هنوريكم اخر حاجه بقى عشان تشوفوها، وبعد كده هو هفتح معاكم شويه حاجات كده اهو. ده رئيس الجمهوريه مع وزير المغربي وبيتكلموا على الشغل اللي انا عامله معاهم في خطاب كنت بعته كمان لرئيس الجمهوريه مباشره. ومنها فقط يقدم 750 مليون جنيه لدعم الدولة خلاف الأرض وجميع المرافق مجانا من الدولة. الهدى كمثلي اللي أبلغ سيادتك شكرهم وتقديرهم واحترامهم ومحبتهم لسيادتك في المنصورة. سألت معانا في الإسكان أخبار مشاكل المديرين دول. الحقيقة كان لها رد فعل عنيف وقوي وحب كامل من أهل الهدى، وإلى سيادتك بلغوني أبلغ هذا الشكر وهذا التقدير لسيادتك باسم أهل الهدى بالكامل. من العظيم أخير تختار مواجهة الشعب الموجودة وشكرا سيادتك ده أكتب الثاني علامي. الشعب الموجود شكرا سيادتك ده أكتب الثاني علامي. حاليا جاري إحلال وتجديد 600 وفد. خدوا بالكم الحته الطلب اللي جالك من رئيس النادي المبيعات اللي انت شرحته رئيس النادي. كل الاعمال دي شغالين فيها، وهوريكم كمان اخر حاجه اللي انا بمهد بيها بقى عشان بناء ال5 قرى فعلا، لان احنا محتاجين دعم خارجي وليس فقط من دوله. دي مؤتمر المكتبه، ده مؤتمر في منظمه الفاو، مستر جليل رئيس منظمه الفاو، في ناس مسؤولين في الدولة والأميرة حفصة وناس أخرى برضه من بره، وده كان من قيمة نظام 3 أسابيع. دكتور هشام حضرتك اتكلمت باللسان وبتحرك فيها حاجات كتير. انا اول مره احضر ندوه عن الثقافه وعن التراث. انا رجل اعمال بقالي 22 سنه بره مصر. جيت اخدم للمجتمع بتاعي غير. لو برضه المجتمع بتاعي 200 مليون جنيه على صوت بحيره مره اخرى. عايزين النوبه ترجع. عايز اضم الصوت دي. انا بقول لك انا حد من حوالي سنه ونص عشان تتابعها على الارض الواقع. في احداث من ضمن احداث كتيره جدا شغالين فيها بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هوريكم بقى عشان نوصل للي احنا فيه ده عملنا ايه. كان الاول النوبيين يرجعوا لطرف البحيره صعب ولا حد يقدر يوصل لها. دلوقتي احنا بنختلف بس عشان المكان. هم
هم عايزين يدونا وادي كركر، يعني خلاص احنا دلوقتي هنروح على المنطقه اللي جنب ابو سمبل بس تبعد قال لك وادي كركر. او احنا بنختلف عن المكان، يعني دي محتاجه وقت ودراسه برضه تاني، وعمر اللي احنا كنا بنطالب فيه من 44 سنه هيتحقق في يوم ولا في ثانيه. ده شغل وشغل محترم اتعمل، لكن للاسف في كتير منا مش عارفينه، فعشان كده انا بعرف، واللي عايز يعرف اهلا وسهلا بيه. انت عادي كل الكلام ده عادي. عادي. على فكره هات التأمينة. النادي النوبي العام من اللائحه الاساسيه بتاعته مكتوب فيها ايه؟ جمع كلمه النوبه والتحدث باسم النوبيين ودراسه مشاكلهم والعمل على حلها. دي في الايه؟ في اللائحه الاساسيه. اعضاء مجلس الاداره طبعا موجود معايا الاستاذ عبد الله والاستاذ بدوي، وانا بشكرهم لان طبعا موجودين. احنا ما بنشتغلش لوحدينا، احنا بنشتغل جروب مجموعه مع بعض. وطبعا المجلس الاستشاري الاعلى برئاسه اخويا الاستاذ سامي، شكر وتقدير لهم لوقفتهم جنبي وقفه رجال. وعلى فكره مش انا بس اللي بتكلم او بعمل العرض اللي بتشوفوه ده، لا، اي واحد موجود مننا هو اللي بيقف ويتكلم ويقول كل حاجه. ان احنا بنشتغل شغل جماعي وليس فردي. ده التجديد بتاع النادي، طبعا كلكم اغلبيتكم ممكن يكون ما شافوش، بنوريه لكم. ده كان السابق وحاليا نوريه. ده السابق كان 3 غرف متقدره فيه ومكنه طباعه، وكنا هنطرد منه. طبعا اخويا عنتر عارف الموضوع، وممكن فيكم ناس عارفه برضه، بس الحمد لله طلعنا كل الناس دي، والحمد لله النادي بقى منظره ما هتشوفوه دلوقتي. ودي رجال اعمال كلهم معرفتي انا الشخصيه، ولمينا الفلوس دي وعملنا فيها ياسين منصور، وهتلاقوا في مطيع اسماعيل بتاع مركب السلام، طبعا ابنه فتح فنادق، ده ابنه. مجموعه كلها رجال اعمال، مدحت خليل راي القبضه، طارق حسين سما. وده النادي بعد التجديد. طبعا مركز تكنولوجي متطور، 15 جهاز كمبيوتر، حاجه جميله مفخره لنا كلنا نستقبل فيها اي وزير، اي حد نستقبله له، حتى لو كان رئيس جمهوريه، لانه في الاول وفي الاخر وشنا. لكن الشكل العام ما يهمناش، يهمنا برضه الجوهر مكمل للشكل العام. طبعا عمامنا عم ابراهيم ربنا يرحمه، عم سيد غطاس، المستشار حسن سيف الدين، وعلى فكره المستشار هو الرئيس الفخري لنادي النوبه العام. ابتدينا الافتتاح، وطبعا ده الوزير محافظ القاهره افتتحه، وعلى فكره كان معايا محافظ في الجنازه مع وزير في جنازه الله يرحمه سمير يوسف، هو ومجدي لبيب هنا، وكان معانا مصطفى السيد القاهره، واتصل بيا مصطفى السيد محافظ اسوان وقال لي تعالى يا مسعد معايا نحضر الجنازه. كانت جنازه عسكريه في ال رشدان. صراحه ده رايك؟ لا، هي عمل اعلانات عشان نعرف الناس والمجتمع. لازم نعرف، حتى لو الاعلام بيتجاهل النوبيين، احنا دورنا ايه؟ الهيكل التنظيمي. اي مكان لازم يكون له هيكل تنظيمي عشان يحترم ويكون فعال، مش كلام بس. المجلس الاستشاري الاعلى اللي بيضم كل رؤساء الجمعيات، كل يوم 6 في الشهر كل رؤساء الجمعيات تبقى موجوده، والامر شورى بيننا اللي هو الرئيس بتاعه الاستاذ سامي، ونقعد مع بعضينا، وراي الاغلبيه هو اللي يمشي. كل يوم 6، وادي الصور اهي بتوضح كل يوم 6 الناس قاعده ازاي. على فكره كل شيء بقوله مذكور صوت وصوره موجوده عندنا 123 شريط فيديو مسجل صوت وصوره. ليه؟ عشان اللي عايز يجي يتكلم نقول له اهو صوت وصوره.